اوكي رحت انترفيو وخلصناه او خلصنا 3/4 ووصلنا للحته اللي هو هل لديكي اسئله؟ اقول انا لا. اليكم بعض الاسئله تسالوها لهم لما يقولوا لكم عندكم اسئله ولا لا، بدل ما نقوم قايلين لا وماشيين. يا هلا ويا مرحبا، انا اسمي ميلودي عبدو. انا هنا بتحدث عن كل ما يخص رحله البحث عن العمل، حيث كتابه السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين والحصول على الترقيات وما الى ذلك، عن معنيه بالشغل يعني. فاليكم بعض الاسئله عشان يعني قال ايه نعمل نفسنا جامدين، واللي هو احنا برضو بنفكر وبنفهم والحاجات دي كلها، وبالاضافه يعني عشان نحصل احنا كمان على معلومات نعرف نشوف هل المكان ده مناسب لينا فعلا ولا احنا عايزين نشتغل وخلاص. especially لو احنا من اصحاب سنوات الخبره. open up please. اوكي، في ايه؟ بعض الاسئله اللي ممكن نسالها في نهايه الانترفيو، بحيث ان احنا يعني نبقى بنقيم المكان، مش بس هم اللي بيقيموا مدى اسمها ايه دي. في اسئله كتير جدا بالهبل، لكن انا هدي بعض الامثله اللي هي ممكن تكون توضح اكبر كم من الرؤيه. اساسا استنوا، انتوا لو عندكم انترفيو وعايزين تبتدوا تتحضروا ليه، سواء هو فيرتشوال او عايزين اجابات الاسئله بتاعت الانترفيو، اتفرجوا عليهم جماعه وربنا. واتس يور اكسكيوز انكم ما تبقوش متحضرين كويس للانترفيو؟ المفروض تقولوا لي لا والله انت يعني ما حدش يعرفك اصلا، الفيديوهات بتاعتك ما بتتشافش وكده، يعني عادي. المفروض على طول بصوا على طول نخلص ونخش في الموضوع، ولا ايه رايكم؟ اول سؤال ممكن يتسال وهو سؤال جوب ريليتد، يعني ليه علاقه بالشغلانه نفسها. ممكن يكون صياغته سواء العربي او الانجليزي على حسب يعني. واتس ذا تيبيكال داي بالنسبه لي في هذه الوظيفه، يعني شكله ايه، يعني طبيعه اليوم بالنسبه لي او طبيعه اليوم بالنسبه لهذا المنصب شكله ايه. احنا بقى نفهم هل احنا هايبريد، اون سايت، اوف سايت، بننزل نروح حته تانية ونرجع يعني هم يحكوا السؤال. تاني سؤال برضو وهو جوب ريليتد بس عن البرفورمانس اكتر، يعني انا ممكن اسالهم ايه اهم حاجه مطلوبه مني احققها في اول 3 شهور مثلا من تعييني، او ايه الحاجه اللي انتم مستنيين اللي يجي في هذا البوزيشن ان هو يعملها. وبرضو ممكن سؤال كمان انه البرفورمانس ابريزل او التقييم الاداء عامه شكله ايه في الشركه، بحيث ان انا افهم هل هي الدنيا هرجله ولذاذه ولا فعلا في تقييم مهرجل برضو بس مش مهم في تقييم. في سؤال تاني برضو مش فاكره هو ده سؤال رقم كام يعني، بس هو ليه علاقه بالتيم بقى اللي انا هشتغل معاه، انه اسالهم عن شكل التيم عامه اللي انا هشتغل معاه ايه، او يعني نبذه عن فريق العمل اللي انا ممكن لو تم اختياري يعني انضم اليهم، او هل هيكون في تعامل مع ديبارتمنتس اخرى او قطاعات اخرى. اف يس يقولوا برضو هم ايه، بحيث ان احنا نكون فكره عن رؤيه كامله كده عشان نعرف نسيب اللي احنا فيه كشغل ونروح ولا متشكرين يا جماعه. ممكن اسال عن البروجكشن بقى نفسه بتاع يعني التطور في الترقيات، هل في خطه واضحه للترقيه لهذا المنصب، او هل كان في اكزامبلز حد ابتدى في البوزيشن ده ووصل لحاجه تانية معينه، ولا ما فيش اللي بيفضل في الموضوع ده بيفضل قاعد فيه على طول. دي بعض الامثله الطفيفه. طبعا في اسئله تانية كتير جدا، ولكن دول يعني ايه اكتر اسئله ممكن تساعدني فعلا في اني ابني رؤيه كامله عن الوظيفه دي بطبيعتها، وكمان ما تبقاش اللي هو اوفنسيف بالنسبه للي قاعد بيسمعها، لان احنا عارفين ساعات الناس بتهب منهم كده، واللي هو انت مش من حقك تعرف والحاجات دي يعني. ماشي. وبالمناسبه متاح تحضير للانترفيو معي، بنعمل سيشنز تحضير الانترفيو بنعملها من خلال زوم. لو عايزين احنا سيشن واحده ده شكل السيرفيس على الويب سايت، محتاجين كذا واحده ده شكل السيرفيس على الويب سايت، لانه كارير كوتش برضو انا مش عارفه قلت ولا ما قلتش اصلا ولا ايه الموضوع ده. فلو عايزين تحجزوا معي وحاجه تانية، لو احنا بقى اصلا عايزين نعمل سي في اساسا ومش عارفين نعمله ازاي، ويعني الطبيعي الحيره بتاعت الموضوع ده، يعني بامكانكم انكم تحصلوا على التمبلت المصمم خصيصا ليلائم متطلبات سوق العمل في 2023 وطالع، وهو طبعا 100% كاستمايزبل وورد تمبلت وفري داونلود اكيد يعني، وابليكنت تراكنج سيستم فريندلي. ايه هي الابليكنت تراكنج سيستمز؟ هي زي سيستمز او زي فلترز كده بتسكرين السي فيز، بتعدي حبه وتريجكت حبه اكوردنج لكرايتيريا معينه المسؤول عن التعيين هو اللي حاططها يعني. ده يعني اداه بتساعد الاتش ار على ان هو يجو ثرو كل السيفيهات اللي بتتبعت لهم دي، طبعا بتبقى اعداد مهوله يعني. اوكي بس www.melodyaabdoconsultancy/free template
يو كان هاف ذس، تحصلوا على ده، تيجوا سيشن، تيجوا سي في ريفيو، تخلوني انا اكتب لكم السي في نفسه برضو لو الموضوع مش. تنوروني والله. ميرسي ليكم يا جماعه، سعيده بوجودكم معي في هذا الفيديو، وهتلاقوا تحت كده زرار احمر بس المسوه والنبي. شاكره ليكم جميعا، القاكم الفيديو القادم، فيديو كل سبت وخميس الساعه 9 مساء. بس اللي عنده سؤال، اللي عنده اقتراح، اللي عنده اي حاجه، اللي زهقان من يوتيوب وعايز يجي لي انستجرام وتيك توك وفيسبوك برضو رخامه مش لاقي حاجه اعملها، فانا موجوده كل يوم هناك. اشوفكم، شوفوا ده النهارده يوم ايه، اشوفكم اليوم اللي بعديها اللي هو يا سبت يا خميس يعني. اوكي، جود لك، سلام.